بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن محتوى كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور للمؤرخ المصري ابن إياس. والمؤرخ ابن إياس هو أبو البركات محمد بن إياس الحنفي المصري. ولد بالقاهرة عام 852 هجريا 1448 ميلاديا، ومات بها سنة 930 هجريا 1523 ميلاديا. وسوف نتحدث عن مولده ونشأته وثقافته والمنهج ومنهجه ومصادره التي اعتمد عليها في كتابه في لقاءات قادمة إن شاء الله. محتوى كتاب بدائع الزهور، ويتناول الكتاب تاريخ الدول الإسلامية التي قامت بمصر، إلا أنه يبدأ بذكر أخبار مصر وما ورد فيها من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ثم يحاول تحديد الأبعاد الجغرافية لمصر، متطرقا إلى ذكر فضائل مصر ومحاسنها وعجائبها التي انفردت بها، ثم أقوال الشعراء في مصر. ويقوم بتمهيد تاريخي عن مصر القديمة منذ بداية الزمان، وهو في ذلك ينقل القصص الخرافية والأساطير التي تناقلها الإخباريون والمؤرخون المسلمون عن تاريخ مصر الفرعونية. فيذكر أن عدد الفراعنة الذين حكموا مصر كانوا 6 فقط، ثم يذكر ملوك مصر حتى ينتهي بالمقوقس الذي يصفه بأنه آخر ملوك القبط. ويتصف هذا القسم من كتابه بالاختصار الشديد، فضلا عن المسحة الأسطورية التي تغلغله. وبعد ذلك ينتقل إلى ذكر فتح مصر معتمدا على روايات السابقين، ثم يذكر ولاية مصر لبني أمية، ثم للدولة العباسية، ثم يذكر أخبار الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك. وهنا نجد الكتاب يتجه نحو التفصيل رويدا رويدا حتى يصبح أشبه ما يكون باليوميات، لا سيما في الأحداث التي عاصرها مؤرخنا. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.